لو انت او انتي الناس اللي حواليكوا بتقولك او بتقولك انت طيب انتي طيبة انتوا خسارة في الزمن ده، عايز اقول لكم خلوا بالكوا عشان دي حاجة بقت خطر قوي في الزمن ده وبيلموا الطيبين. انا محمد مسعد، ازيك عامل ايه؟ انا فل الدنيا تمام قوي كده. انا هقفل قلبي خلاص على كده. اولا محتاج اشكر صحابي الطيبين اللي صفة من اهم صفاتهم انك وانت بتبعت لهم تكست غلط بيفهموك، مش محتاج تعمل اديت. لو ليك صاحب زي ده امسك فيه بايدك واسنانك. ليه بقى؟ لانه مش كاريزما، هو الراجل ده مش عايز حاجة، هو شاف الكلمة مكتوبة غلط تنبأها ومكمل معاك في الدنيا، واخدك بغلطاتك بقرفك بعبلك كده على بعضك. لكن بقى اللي بيقعد يقولك ايه ده انا مش عارفه اقراها، ايه ده انت بتكتب غلط جدا، ده بقى وقف الفيديو دلوقتي وروح امسح رقمه فورا. في ناس صحابنا كده اللي هو لو قلت له تعال نجيب شرابات من تنزانيا يقولك حصل. هو ده انا فل الدنيا تمام قوي كده. مش قادر اعرف ليه مؤخرا بقيت لما بتعامل مع ناس بطيبة وبتتقابل بشر بقيت بقلب الجوكر، وده شيء قلقني جدا. بس بقعد افكر بقول طب ليه؟ ما انا عملتك بطيبة، ليه بتردها لي بشر؟ اصل انا عملتك بما يرضي الله وانت معقد، اعذرك ليه؟ ليه مثلا اقدم لك شاي تروح ضربه بالرجل؟ طب ما هتنزل تمسحه. اي حد بيقابل الخير بالشر بالنسبة لي بيبقى زيه زي اسرائيل. يعني اخواتنا في فلسطين استقبلوهم زمان لما ما كانش حد طايق يبص في وشه، دلوقتي بقى ايه اللي حاصل؟ احنا بنتفاوض بالاعتراف بدولة فلسطين. فانا ما بقاش معيشك في بيتي اكل شارب نايم وتيجي تقول لي هو الاكل ناقص ملح ليه؟ يا عمي انا هقفل قلبي خلاص على كده. رسالة بوجهها من قلبي لكل حد فاهم ان الحياة مضمونة، بقولك للأسف انت عبيط. الناس اللي بتتعامل مع احترامك ان هو حاجة ثابتة، حاول تبقى قليل الادب سيكة معاهم عشان ياخدوا بالهم. يعني ما خدوش بالهم بقى الا ادبك بجد، ما تقلقش. وكفاية فن هادف بقى يا جماعة. الناس اللي شايفة ان الفن لازم يبقى هادف ورسالة هم الناس اللي بتلاقيهم بيعملوا ايه تحت الكوبري. وانا طبعا مش بعمم انا بس سؤالي انت ليه شاغل بالك ان الفنان يبقى هادف ولا عنده رسالة؟ ما تقوم تقص ضوافرك يا صاحبي عشان بجد مطينين. يعني الى كل من ينظر على خلق الله بعد اذن حضرتك اتلهي. انا فل يا دنيا تمام قوي كده. في نوع تاني بقى انا بسميه عبد الملك زرزور. ليه بقى؟ لان هو ماشي بمبدأ لو في نخلة فرعة في حوش بيتك جذورها مدت، تقطعها ولا تستنى بلعها يطرح وبعدين تقطعها؟ اسف على بشاعة التقليد بس دي الفكرة يعني. فالنوع بقى بتاع عبد الملك زرزور ده بيتعامل بنفس المنطق بالظبط معاك. اصلك بتعزمه، بتديله فلوس يروح، بتفرط له سجاير وبتقول له تمام على اي حاجة، فهو الراجل متكيف قوي. اول بقى ما هتعترض هيكنسلك من حياته. ليه؟ خليني اكون صادق معاك وصريح، هي المشكلة مش مشكلته، اعذرني، لان قليل قوي من الناس اللي هيلاقوا خدمة فندقية اول انكلوسيف فطار غدا عشاء ببلاش ويقولوا لا والله عشان بس صاحب الفندق ما يخسرش. ده في الجنة ان شاء الله. انا هقفل قلبي خلاص على كده. عايز اقول في الاخر ان مش كل الناس طيبين، لازم تستخدم الشك شوية لان ده شيء ربنا خلقه. اهم حاجة ما يبقاش شك مرضي وجنون عظمة وتبقى فاهم ان كل الناس دي عايزة تأذيك، لانه في ناس مؤذية وفي ناس طيبين، وهم دول اللي انا عايز اوجه لهم الشكر. بقولك شكرا جدا وبرافو عليك انك محافظ على طيبتك في الزمن ابن انا فل الدنيا تمام قوي كده.